أنا عمري ما شفت موقف بالجمال ده. كنت النهاردة واقف بشتري فطار من على عربية فول تحت البيت، واقف مستني والراجل بيجهز لي السندوتشات، وفجأة لقينا طفل صغير داخل وبيمد إيده وبيشحت من الناس. كان واضح عليه الفقر والتعب. وشوية راح للراجل صاحب العربية وطلب منه حاجة لله. الراجل بصله بهدوء وقال له بقول لك إيه يا حبيبي، ما تسيبك من الشحاتة والكلام ده وتعالى اشتغل معايا بما يرضي الله بدل ما تمد إيدك للناس. الواد بصله بكل براءة وسأله هتديني كام يا عمو؟ الراجل ابتسم وقال له هديك اللي ربنا بعتهولك، ده غير فطارك انت واخواتك كل يوم من عندي، وكمان تتعلم صنعة بإيدك. ساعتها الواد وشه نور وحسيت ان الكلام لمس قلبه، وبصراحة كل اللي كانوا واقفين اتأثروا بالموقف. ناس كتير شكرت الراجل على اللي عمله، وناس طلعت فلوس وحطتها في ايد الواد، وانا كنت واحد منهم. وده يحسسك ان الخير لسه موجود. الموقف كان بسيط بس معناه كبير. الراجل اختار يدي طفل فرصة بدل ما يديه صدقة، اختار يعلمه يعتمد على نفسه ويكسب بالحلال. وحقيقي وانا ماشي حسيت اني شفت مشهد يفرح القلب.